المشكل اللي غيكون عندك غالبا هو انك ما كتعرفش اولا ما كتقدرش تحكم في راسك. هذا المشكل كاين عند الاغلبيه ديال الناس، وغادي نشارك معك واحد 3 ديال الخطوات اللي غادي يخليوك على انه تحيد هذا المشكل هذا. ولكن قبل ما ندوزو لهاد 3 ديال الخطوات خصنا نعرفوا المشكل منين جاي. واش المشكل فينا حنايا؟ واش غير حنايا اللي ضعاف وما كنقدروش نتحكموا في راسنا، ولا نورمالمون حنا مصوبين ولا مبروغرامين باش انه نكونوا ضعاف، وباش انه ديما تكون واحد الحاجه اللي في الداخل ديالنا واللي غادي تكون كتحس بها، واللي هو واحد الصراع داخلي. جو سامبلومون في الداخل ديالنا كاينين واحد جوج ديال الاشخاص اللي مضاربين ديما، غتكون غالبا كتحس بها. غتكون بعض المرات كتحس بلي انه انت باغي لراسك الخير، وواحد الجهه منك ما باغاش ليك الخير. انت كتحاول انه امبروفي من حياتك، وكتحاول انه تطور من حياتك. واحد الجهه اخرى منك كتحاول انه تدمر لك حياتك وتدمر لك كاع داكشي اللي انت كديرو. فالمشكل فين؟ واش هادشي نورمال؟ اي حاجه اللي نورمال وذكرات حتى في القران، حيث قال الله عز وجل: ولئن النفس لأمارة بالسوء. يعني كاين واحد النفس اللي اماره بالسوء، وكاين عاوتاني في واحد الايه قرانيه اخرى كاين ما يسمى بالنفس اللوامه. ما عقلتش على الايه بالضبط وما بغيتش نغلط فيها. فنفس اللوامه هي العكس تماما ديال النفس الاماره بالسوء. النفس الاماره بالسوء هي تو سامبلومون النفس اللي ما باغاش ليك الخير، هي النفس اللي باغا ولا متابعه الشهوات ديالها وما باغاش ولا ما كتهتمش بنت شنو باغي وما عندهاش العقل. يعني الجهه الحيوانيه منك. والجهه الاخرى واللي هي النفس اللوامه تو سامبلومون ذكرت في القران، وقلبت في بزاف ديال التفسيرات على انه قلبت التفسيرات وقالوا على انه تو سامبلومون النفس اللوامه هي النفس اللي كتجي يوم القيامه، ولا النفس اللي كتكون في الحياه ديالك اون جينيرال كتلومك، كتقول لك علاش درتي هذه العيبه هذه، وعلاش درتي هذه الحاجه هذه، وما خصكش دير هذه العيبه هذه، وخصك بحال قلتي واحد الشخص اللي هي هولدز يو اكاونتبل، اللي كيبقى جالس حداك وكيقول لك هذه الحاجه هذه ما مزياناش درتيها، هذه الحاجه هذه خصك ديرها، هذه العيبه هذه ما مزياناش، هذه العيبه هذه مزيانه وما الى ذلك. فهاد النفس اللوامه هي نقدروا نقولوا واحد الجزء عقلاني منك. اوكي، فبالنسبه للدين ديالنا هادشي مذكور في الدين ديالنا. ندوزو لحاجه اخرى. اوكي، ندوزو مثلا الموديل ديال فرويد، الموديل ديال السايكولوجي اللي غتكون غالبا قريتيه في الفلسفه، ما عرفتش السيزيام ولا الباك. من المهم كاين 3 ديال الحوايج: كاين الهو، كاين الانا، وكاين الانا الاعلى. تو سامبلومون الهو هو الجزء عاوتاني الحيواني منك، هو الجزء اللي ما عندوش قواعد ولا ما عندوش ضوابط اجتماعيه وضوابط سياسيه ضوابط دينيه، ما عنده والو. فريمون باغي الشهوات ديالو، باغي يتبع داكشي اللي هو باغي. اوكي، وكاين الجزء الاخر واللي هو الانا الاعلى، هو الفيرسيون البيرفكت منك، الفيرسيون اللي كدير داكشي اللي خصو يدار، الفيرسيون اللي متحكمه في راسها، بحال قلت واحد الفيرسيون بيرفكت منك. والانا اللي نقدروا نقولوا هو اللي كاين في الوسط، هو تو سامبلومون فين كيتضاربوا هاد جوج ديال الحوايج، فين كيتضارب الهو وفين كيتضارب الانا الاعلى. يعني تو سامبلومون كاين واحد العراك عاوتاني، واحد الصراع في الداخل ديالك. مزيان، فاش غندوزو عاوتاني فاش غادي اناليزيو الدماغ ديالنا، الا مشيتي قلبتي على لاناليز ديال الدماغ اولا الدماغ مناش كيتكون، غتلقى انه كيتكون بزاف ديال الحوايج، ولكن اهم حاجه عندنا واللي هو الليمبيك سيستم، والحاجه الاخرى واللي هو البريفونتال كورتكس. فهاد جوج ديال الحوايج عاوتاني شنو كيعنيو؟ الليمبيك سيستم لقاوه على انه هو المسؤول على الرغبات الحيوانيه منك. اوكي، الرغبات الحيوانيه، الامبولسز ديالك، الماكله، السكس، الشهوات اون جينيرال، كلشي داكشي. الحاجه الاخرى واللي هي البريفونتال كورتكس، ولقاو على انه هي المسؤوله على الكوغنيتيف ابيليتيز. كنعنيو هنا بالكوغنيتيف ابيليتيز يعني التفكير ديالك، يعني لي ديسيزيون اللي كتاخذ، يعني الكرياتيفيتي ديالك، يعني الافكار ديالك، يعني التحليل، هادشي كامله. زايد على انه الديسيبلين ديالك، الاراده ديالك، الويل باور، يعني الجهه العقلانيه منك. فاش كنجيو ندققوا راه كلشي كيقول لانه كاين واحد الصراع الداخل ديالك ما بين الجزء الحيواني منك والجزء الواقعي والجزء نقدروا نقولوا اللي كيفكر، الجزء العقلاني منك. فلهذا خصك تعرف على انه واحد منهم اللي غادي يربح، واحد منهم اللي غادي يكون طاغي. وغالبا ما حدك دابا انت كتفرج في هذا الفيديو هذا غادي يكون الجزء الحيواني منك هو اللي طاغي، الجزء الحيواني منك هو اللي كيسيرك كيف ما بغى. واش هادشي غادي يبقى الى الابد؟ بطبيعه الحال لا، ممكن اننا نحسنوه بسهوله. تو سامبلومون غادي تدوز من واحد الطريق اللي صعيبه ضروري، فهمتي؟ غادي تدوز من واحد الطريق اللي مؤلمه، حيت تو سامبلومون غادي بحال قلتي غدير انقلاب على داك الشخص اللي هو متحكم فيك، واللي هو تو سامبلومون الجهاز ولا الجزء الحيواني منك. يعني انت غادي تحاول انه تطغي ولا تزك، كتسمى في القران، ذكرت في القران انه قد افلح من زكاها. قال الله عز وجل قد افلح من زكاها. تزكيه النفس، تزكيه النفس قد تقال على انه فاش قلبت على التفسيرات وانه فريمون كدير الحوايج اللي كيخليو النفس ديالك ما عرفتش واش تحسن ولا ما عرفتش. شي واحد يشرح لي في كومونتير لا كان شي واحد فريمون كيفهم في هادشي. ما تو سامبلومون انا بالنسبه ليا هو انه كدير الحوايج اللي خصهم يداروا، و ميم طون باش تطفي داك الجزء الحيواني منك. هنا فين غادي نعطيك واحد الفريم ورك اللي كتكون من 3 ديال الحوايج واللي هما:
اول حاجه تو سامبلومون نعطيك واحد ليكزومبل بسيط. فاش كيكون عندك شي تلميذ مثلا، تخيل راسك استاذ ياك، عندك واحد كتقرا انسان واحد التلميذ اللي متمرد. داك التلميذ ما كيديرش داكشي اللي خصو يدار، ما كيسمعش الهضره، ما باغي لا يخدم، ما باغي لا يقرا، ما باغي والو. فريمون داك الانسان ما كتحكمش فيه نتايا، كينوض كيضرب بالسبوره، تيهرس الطباصل تيهرس الطبالي، تيهرس الكراسه، تيهرس كلشي. داك الانسان انت ما كتقدرش تحكم فيه. ف داك الانسان واش غتعامل معاه بلطافه ولا غادي تخليه هو يتحكم في القسم، هو يتحكم فيك؟ بطبيعه الحال لا، داك الشخص خصك انت تتحكم فيه. وهنا فين كيجي واحد البرانسيب ديال كيتسمى، ما عرفتش بلونغلي بالضبط شنو هو، مي انا غادي نشرحه لك بالعربيه، واللي هو انك كتبانيشي الدماغ ديالك ولا كتبانيشي داك الجزء الحيواني منك بانك تو سامبلومون فاش كتجيك واحد الفكره ديال انه باغي ندير واحد الحاجه، ياك مثلا باغي نريكوردي واحد الفيديو، غادي دماغي غادي يقول لي ما غاديش نريكورديو فيديو واحد، ما تريكورديش، ما بغيناش نريكورديو. غيبدا يكونترولينا، غيبدا يحاول انه يريزيستيني، حيت هادشي اللي باغي يدير هو. تو سامبلومون انا شنو غادي ندير؟ غنقول ليه ما غاديش نريكورديو فيديو، ولكن غنريكورديو جوج، وغتسمعوا لانه كيغوت. ما كنزيدش فيه الدراري، هادشي فريمون كيطرا اوكي. غتحس بيه بلي انه فريمون تيحماق، تيريزيستيك بطريقه اللي كبيره. وكل ما بحال قلتي كتكونديسيوني دماغك على انه فين ما غادي يريزيستيك، فين ما غادي يعطيك واحد الفكره ديال انه تقاوم ولا ما ديرش واحد الحاجه، غادي تبانيش، غادي تعاقب. مثلا ما بغيتيش دير هاد اللعيبه هادي، ما بغيتيش تريني اليوم، غنترينيو جوج حصص اليوم. ما بغيتيش دير هاد اللعيبه هادي، غنزيدو بلاصه ما نديرو 100% ولا بلاصه ما نديرو 80% ولا 70% كيف ما الاغلبيه الناس، غنديرو 150% 200%. خص فريمون تعذبوا بهذا المعنى هذا، خصك تعذبوا، خص تجبد الصمته وتبدا تعطيه فين ما يدوي، تبدا تعطيه. ومع الوقت شنو غادي يبدا يطرا؟ غيبدا دماغ بحال قلتي غادي تكونديسيون، تكتب واحد لا كوموند ديال انه اف دماغي كيريزيستيني ولا لا ناض الدماغ ديالي كيريزيستيني. تو سامبلومون هكذا كيفاش غيفكر داك الجزء الحيواني منك. المهم كنحاول انا نبسط لكم الفكره. الجزء الحيواني منك غيبدا يقول اوكي انا فاش كندوي كناكل العصا، يعني شنو من الاحسن انه ما نبقاش ندوي، نهبط الهضره شويه، فهمتي، نقص شويه من الهضره مع الوقت. وغيقول حتى لا نقص من الهضره ما كاين حتى شي تغيير، يعني ما خصنيش ندوي اون جينيرال. صافي داك الجزء الحيواني منك غادي يبقى غادي وكيسكت، يعني داك الجزء اللي كيريزيستيك غيبقى غادي وتيسكت وتيهبط الفوليوم ديالو حتى ما غاديش تبقى كاع كتسمعو. وهنا فين كتكون ربحتي الحرب واحد شويه. ولكن ما تنساش داك الجزء الحيواني منك، وهذه هي الحاجه اللي كيغفلوا عليها الناس، هو انه لا بقيتي كتعذب فيه غادي يبغي ينقلب عليك، فهمتي، ما غيعجبوش داك الشيء. وهنا فين كيوليو الناس كيعانيو ما يسمى بالبيرن اوت. يعني هنا فين كيوليو كيجيو الناس كيقول لك راه اي بيرند اوت، راه صافي طلعت لي الخدمه في راسي، طلعت لي القرايه في راسي، فريمون طلع لي كلشي في راسي، حيت فريمون عذبتيه بزاف. فضروري غتكون واحد لا بالونس اوكي. فالحاجه الاخرى تو سامبلومون هو اننا كنديروا ما يسمى باننا كنريزيستيو الامبولسز ديالنا اوكي. فاش كتريزيستي الحوايج اللي انت ما باغيش ولا الحوايج اللي انت باغي ديرهم، شنو كدير؟ ديجا ذكرتها في الفيديو ديال الديسيبلين، غادي نخليه لكم في شي بلاصه هنا، واحد الجايد فيه تقريبا شي ساعه المكانه. بغيتي فريمون امبروفي الديسيبلين ديالك، غنذكر لكم واحد البرانسيپ من داك الفيديو، واللي هو انك خصك تريزيستي الامبولسز ديالك، خاصك تريزيستي الحوايج اللي انت باغي انك ديرهم. قلنا لانه الجهاز الحيواني منك ما باغيكش دير شي حوايج، وباغيك على انه فريمون دير شي حوايج اللي ما خصهمش يداروا. تو سامبلومون شنو انت كدير؟ كتمشي عندك الحوايج اللي هو باغي يديرهم، كيف ما انت كتعذبوا في الحوايج اللي ما باغيش يديرهم وكتعطيه اكثر. تو سامبلومون الحوايج اللي هو باغي يديرهم غادي تخليه على انه تقول ليه شوف صبر، انت ما غادي دير والو من هاد الحوايج هادو، لا 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 لا, لا. غدير ليه كيف ما كيدير لك هو، فريمون غتلعبها تقلب عليه. غتقول ليه انت دابا ما غادي دير، ما باغي تفرج في يوتيوب ما غاديش نتفرجوا في يوتيوب، باغي تدخل ما غاديش نسكروليو، باغي تدخل السوشيال ميديا ما غاديش ندخلوا السوشيال ميديا، باغي تصنت الموسيقى ما كايناش شي حاجه سميتها الموسيقى، باغي تاكل شي حاجه اللي بنينه ما غاديش ناكلوها. غتبقى غتبقى تشد مع الضد، راه غتربح بعض المرات حتى هو غادي يربح، ولكن كل ما ربحتي انت كل ما شديتي مع الضد كل ما حتى هو غادي يقول لا صبر خونا هذا راه فهمتي، خونا هذا راه مريض في راسو غادي يمرضني في راسي. يعني من الاحسن انه نهبط الفوليوم ديالي ونبقى غادي وكنقص شويه بشويه حتى صافي نسكت، فهمتي، نسكت حسن ليا نسكت. لما سكتش راه خونا غادي فهمتي غادي يدمرنا، غيدمرني هذا خونا هذا ما تيرحمنيش بهذا المعنى هذا. يعني خصك تريزيستي الامبولسز ديالك فريمون، اي حاجه انت باغي انك ديرها ريزيستيها. مثلا باغي تشيكي السوشيال ميديا ريزيستيها، باغي تدخل تفرج في يوتيوب انك تفرج وتضيع وقتك ريزيستي هذا الارج هذه ولا هذه الرغبه هذه، باغي تدخل تصنت الموسيقى فور نو فاكين ريزن ريزيستيها، باغي تاكل ماكله ديال الزنقه ولا ماكله اللي ما صالحه لوالو فور نو فاكين ريزن، ماشي جابتها الوقت ولا تحنسرتي ولا شي لعيبه نو
اي حاجه دماغك ولا داك الجزء الحيواني منك اللي مسؤول على الرغبات اللي نورمالمون انت ما غادي يزيدوا بك حتى شي بلاصه، وبالعكس غيدمروا لك البروغري ديالك في حياتك، خاصك تحيدهم. اوكي، هذه هي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه واللي غادي نذكروها واللي نختموا بها، واللي هو خصنا نقويو، فهمتي، خصنا نضعفوا داك الجزء الحيواني منه، وميم طون نقويو داك الجزء الواعي ولا العقلاني منه. كيفاش كنديروا هاد اللعيبه هادي؟ عن طريق واحد البراكتيس اللي بسيط، واحد الطريقه البراكتيس اللي كيتسمى الميديتيشن او التامل. تو سامبلومون فاش نتايا كتجلس كتحكم في التنفس ديالك، يعني كتجلس كتركز على التنفس ديالك، كتسد عينيك وكتركز على التنفس ديالك، وكتحاول انه فين ما دماغك تيفكر في شي حاجه اخرى كترجع الفوكس ديالك على التنفس ديالك، يعني كدير ما يسمى ريمبر تو ريمبر، كتفكر انك كتنفس. اوكي، من مورا ما كتسالي هاد اللعيبه هادي، ولا من مورا ما كتبراكتيسيها نهار على نهار، يعني من مورا ما كتعاود دوك لي ريبيتيسيون ديال انك كتكون مركز على التنفس ديالك، ما كتفكر في والو، من بعد كتفكر في شي حاجه، من بعد كتعيق براسك انه كتفكر في شي حاجه، من بعد كترجع التنفس ديالك على التركيز، كترجع التركيز ديالك على التنفس ديالك. اوكي، شنو كيطرا هنا؟ مع الوقت كتقوى، هادشي بدراسات علميه، كتقوى ديك الجهه المسؤوله على لا ديسيزيون، يعني ديك الجهه المسؤوله على الجهه اللي كنسميوها البريفونتال كورتكس، مسؤوله على جميع الكوغنيتيف ابيليتيز ديالك، مسؤوله على انها تقول لا، مسؤوله على انها تغلب ذاك الجزء الحيواني منك، يعني كتقويها عن طريق الميديتيشن. هادشي مع بزاف ديال الحوايج اخرين اللي غادي يخليوك مثلا بزاف ديال البينيفيتس الاخرين، مثلا غتولي قادر انه تركز اكثر، غتولي كتحكم في راسك اكثر، غتولي ما كتسهاش بزاف، يعني غتولي بريزنت اكثر، غتولي فريمون انسان اللي فرحان، انسان اللي ما الافكار ديالو ما كيتحكموش فيه، انسان اللي عاجبه حياته، انسان اللي الاكسبيريونس ديال الحياه كي انجويها حيت عايش في هذا المومون هذا. فكانوا هادو ثلاثه ديال الحوايج اللي غادي يخليوك فريمون على انه تولي انسان اللي خارق للعاده فاش كنجيو ندويو على التحكم في الذات، او لا تربي ما يسمى ب لونديورونس مونطال، او لا قدره التحمل الذهنيه. فهادشي اللي كاين. اي هوب انه تكون استفدتي من هذا الفيديو هذا، ما عليك الا تطبق هاد ستيبس هادو اللي ساهلين فريمون، ساهلين في الهضره ولكن صعاب في التطبيق. ولا كنتي باغي تعرف دي زانفورماسيون اكثر كيفاش تولي فريمون، كيفاش تبدل حياتك في 14 يوم، تولي انسان اللي كيتحكم في راسو اكثر، تعالج جميع المشاكل المتعلقين بلي زاديكسيون اللي عندك، يعني تحيد لي زاديكسيون اللي عندك في مده قياسيه، دير دوبامين ديتوكس اللي غادي يخليك لانه فريمون تيمبروفي حياتك وتولي موتيفي 24 ساعه على 24 باش انك دير اي حاجه باغي في هذه الحياه هذه. تعرف على ما يسمى بالمانيفيستيشنز، ولا كيفاش تمانيفيستي اي حاجه انت باغي في هذه الحياه هذه، يعني فاش كتجمع هادشي كامل وكتولي فريمون انسان اللي قادر على انه يوصل لداك الشيء اللي بغى في اي وقت بغى، يعني في واحد المده اللي قصيره ومده قياسيه وما كنزيدش فيه. وعندنا بزاف ديال الكلاينتس اللي في الداخل اللي قدروا انهم يحققوا امبروفمنتس اللي كبار. تخيل 50 واحد دابا حاليا في الكوميونيتي اللي كيديروا واحد التشالنج اللي فيه 14 يوم اللي غادي فريمون تقريبا داروا شي 7 ايام، دابا 7 ايام والتشالنج تلونسا وتقريبا امبروفمنت اللي كبير. تخيل بنادم هبط السكرين تايم ديالو بكثر من 60%. تخيل بنادم اللي كان كيدوز 12 ساعه في تليفونه ولا كيدوز ساعه المكانه في تليفونه وكيقول لي على انه كيستمتع بوقته اكثر وكيستمتع بحياته اكثر. تخيل هاد العباد وهادشي مع بزاف ديال الحوايج اخرين. فما عليك الا تبرك على اللين اللي كاين في البايو ديالي، ماشي في البايو، في الديسكريبسيون، باش انك تعرف لي زانفورماسيون اكثر. ويلكم تو ذا زيرو ادكشن كوميونيتي. وهادشي اللي كاين. تهلا ليا في راسك. بيس اند لوف.